بمكونين 2 هنعمل أحلى بيجل وفي نص ساعة، صحي وطعمه خطير، لازم تجربوه. هنا في البولة بتاعتي هبدأ أضيف الزبادي اليوناني. مهم قوي نستخدم الزبادي اليوناني مش الزبادي العادي. استخدمت علبتين من الزبادي اليوناني. بعد كده هضيف عليها الدقيق. أنا استخدمت كوبايتين في الأول من الدقيق وبعد كده زودت، هقول لكم طبعا المقادير بالظبط تحت الفيديو. ضفت الكوبايتين وهضيف عليهم رشة من الملح، وكمان هضيف معلقة صغيرة من البيكنج باودر. المقادير دي مظبوطة، هتطلعوا معاكم مظبوط جدا. هنديهم كده تقليبة مع بعض، وبعد كده هتلاقوه ستيكي شوية او بيلزق شوية، ده عادي خالص ما تقلقوش. قلبته الاول بالمعلقة زي ما انتوا شايفين، حاولت اعجنه كويس بالمعلقة، هو مش بياخد وقت كتير ومش بيتخمر كمان. قلبته كده بالمعلقة وبعد كده هضيف عليه باقي الدقيق. استخدمت تلت كوباية كمان، ممكن نزود شوية لو حسينا ان هو مش مظبط معانا العجينة، من تلت لنص كوباية. هبدأ اعجنه كده برضو، وبعد كده خلاص هستخدم ايدي بقى. هبدأ اعجنه بايدي، بس طبعا محتاج مكان اوسع شوية. وكل اللي هضيفه عليه معلقة واحدة من زيت الزيتون، ممكن زيت عادي لو حابين، بس انا ضفت معلقة واحدة. وهبدأ اعجنه كده بايدي، هلمه في الاول هتلاقوه بيلزق زي ما قلت لكم، وبعد كده هيتلم معاكم كويس جدا. هتشوفوا شكله دلوقتي هيبقى مظبوط زي ما انتوا شايفين كده. هو ده الشكل اللي انا عايزاه. بعد كده هبدأ اقطعه. الكمية اللي أنا عملتها عملت حوالي 4 بيجل، حجمهم معقول كبير يعني مش صغيرين. ممكن طبعا نرفعه شوية وممكن نقسمه أكتر من كده. أنا قسمته على 4 بالظبط. وبعد كده هبدأ أشكله. احنا بنفرده كده، وطبعا في النص بنفتحه ونفضل نشده من النص بالشكل ده لحد ما نوصل لشكل البيجل اللي احنا متعودين عليه. هعمل واحدة تانية معاكم زي ما انتوا شايفين، بكورها وافردها وافتحها من النص بالشكل ده، وبشده بيتشد بيتمط معايا كويس قوي. هرصه طبعا في الصينيه. انا زي ما قلت لكم عملت 4، رصيته في الصينيه. وقبل ما هدخله الفرن او الاير فراير، معايا هنا خليط بضايه، عليها معلقتين من الحليب اللي هو اللبن، رشه ملح وفلفل، وكمان رشيت عليهم رشه صغيره جدا من الخل. دي هتضيع اي ريحه للبيض. هبدا ادهن البيجل بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا ده خطوة مهمة عشان ياخد لون حلو، وكمان يثبت عليه اي حبوب عايزه احطها عليه قبل ما ادخله الفرن. طبعا بعد ما اخلص الاربعه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا بحب اضيف عليه من فوق حبه البركه. وطبعا دي كلها حاجات اختياريه، ضيفوا الحاجات اللي تحبوها. انا بحب حبه البركه تديله قيمه غذائيه، وكمان السمسم برش عليه سمسم من على الوش. وطبعا ممكن كمان بذور الكتان وبذور عباد الشمس، اي حاجة بتحبوها ضيفوها. انا كان عندي كمان بذور عباد الشمس ضفتها على الوش، بحب طعمها قوي مع العيش، بيبقى طعم البيجل بيها خطير. بعد ما هخلص كل الكمية اللي عندي الأربعة، هبدأ كده خلاص أدخلهم الفرن. أنا هسويهم في الفرن، ممكن طبعا نسويهم في الإير فراير. هدخلهم الفرن على درجة حرارة 180، الرف وسط، هياخدوا حوالي تلت ساعة بالظبط. ونفس درجة الحرارة ونفس الوقت هياخدوه كمان في الاير فراير، بس انا فضلت ادخلهم الفرن. بعد ما يطلعوا زي ما انتوا شايفين شكلهم تحفة، مظبوطين جدا ونفشوا كويس، واخدين لون حلو حتى من غير ما اشغل الشواية عليهم. هنقطعهم، بس كانوا سخنين قوي على ايدي، قطعتهم وبدأت اعمل السندوتشات للفطار. ده احلى واسهل عيش للفطار ممكن تعملوه. جربوه ومتأكدة هتحبوه، متأكدة هيعجبكم. ولو أول مرة بتشوفوني ما تنسوش تعملوا فولو وسبسكرايب للقناة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش تعملوا له لايك وشير.